السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ومرحبا في قناة بنات ماما أمل. إن شاء الله النهاردة جايلكم فيديو جديد مختلف. إزاي نلف الخيط الشلل دوت اللي هو بيجيلنا ساعات متكعبل ومنبقوش عارفين نتصرفوا فيه. طب ونلفه إزاي وكده. الخيط المنجد مثلا اللي هو في إيدي دوت بناخدوه بالكيلو، وبيبقى عبارة عن شلل صغيرة كده. والخيط الحرير أو السلسلة القطن اللي هو أو المكرمية القطن أو المكرمية المصري أو خيط المكرمية الفرنساوي، فبيبقى شلل كده. دي يمكن أنا مسوياهم شوية عشان يعني صورت بيهم وسويتهم يعني. لكن أحيانا بيبقى جاي متكلفت كده جامد، واحيانا بيبقى ما انتي وحظك. ما احيانا مثلا يكون الخيط عند الراجل شاله وحطه كذا مرة، فتلاقيه ممكن متكعبل وانتي محتاجة اللون دوت، لازم عايزة تاخديه، فبتتصرفي بقى بتاخديه وتتصرفي انتي مع نفسك في البيت. اللي مثلا الخيط دهوت خيط قطن، يعني مكرمية قطن او سلسلة قطن. دي ملفوفة كويس، دي مشكلتها سهلة، يعني ان انت بتفكيها ومفيش اي كعبل. في مثلا الخيط زي كده، البكر اللي زي دي اهي، دول جايين مع بعض. شوف دي متكعبلة على اخرها ومش معروف اولها من اخرها، لكن دي اهي مربوطة، يعني حافظة مكانها شوية اهو. لكن بنتصرف، يعني هو اي خيط بتجيبيه بيبقى مربوط من ناحيتين، ليه عقدتين. ادم موجودين العقدتين دول خلاص، كده المشكلة اتحلت. انت بتقعدي بقى ايه تشوفي العقدة دي فين. هنوريكم الاول على الخيط المنجد اهو، اللي احنا بنشتريه طبعا بيبقى كمية، بنشتغله بيه مفارش، فيه منه التخين والسميك وفيه الرفيع وفيه الوسط. فبتضطري لازم تلفيه قبل ما تشتغلي. فانا هنوريكم بعض الطرق ان انتوا تلفوه، تعتمدي على نفسك. لو انت ما فيش حد قصادك مثلا يمسك معاك الخيط، تعتمدي على نفسك في انك انت اللي تلفيه. احنا ممكن طبعا اول ما بنجيبه الاول كده بنمسك الايه، العقدة اللي هي مربوطة او العقدتين كل واحدة من ناحية كده بنفكها، بس نكون يعني يعني في حد هيمسكهولي زي كده بيحطه في ايده كده، يبقى ساعتها هفك العقد ديت وايه ونلف. طب انا ما عنديش حد يمسك لي كده، ممكن اقعد كده ارفص واحطه على ركبتي وايه والف، برضو اعتمد على نفسي. طب افرضي القعدة دي هتبقى طويلة عليكي وطبعا هتزهقي منها او كده، ممكن تقعدي مربعة وتحطيهم برضو على ركبك. طيب ده وده كل ده الحيل دي طبعا، ومفيش ظهر كرسي نفس المقاس او كده، ممكن نجيب طبق من البيت، ده طبق عجينة اهوت، نقلبه سواء بلاستيك او اي حاجة، بس يكون حجمه مناسب للاطار بتاع الشلة، ونلبسه كده اهو، نلبس الخيط في قلب منه كده اهو. وبعدين نجيب الطرف بتاع الخيط ونبدأ بقى ايه نلف. ممكن يكون طبق بلاستيك كبير او طبق زي اللي انا جايباه ده كده، او حلة حتى تكفيها، بس تكون الاطار بتاعها او الدايرة بتاعتها يكون الخيط مشدود عليها، ما يكونش مرخي. ونلف بقى كده زي ما انتم شايفين في كورة، وما نشدش قوي الخيط طبعا وانا بنلفه، ما نشدش جامد، لا طبعا اهو. نلف بقى كده بالشكل ده اهو، وما نحتاجش ان حد يمسك لي الخيط ولا حاجة. انا بعت لكم الكاميرا عشان تشوفهم اهو، عشان يبقى واضح يعني اهو. ولو في مثلا حتة لقيتها متكعبلة يبقى بالراحة تعمليها بالراحة اهيت. طبعا الشغل ده بيبقى عايز صبر، يعني لف الخيط والشغل ده
بيبقى عايز صبر، مش عايز يعني سرعة وانك تتضايقي وكده، هو بيعلمنا الصبر اصلا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من قابلتك حاجة وديت حاجة يعني معتادة، ان ممكن تلاقي حاجة متكعبلة او كده، بالراحة كده تسلكيها، تعدي الخيط او تعدي البكرة منها كده اهو، وتكملي لفة عادي اهو. ممكن ظهر كرسي تحطي عليه، ممكن ترابيزة لو عندك ترابيزة كده حجمها مناسب يعني، تلبسي الخيط فيها كده وتلفي برضو وتسلكيه كده اهو بالراحة اهو، وتعمليه كور بقى كده. طب احنا كده خلصنا وعرفنا الحل بتاع دوت. ودي بتبقى شلة صغيرة شوية، ممكن ايه الإطار بتاعها يكفي حلة أو مثلا كده. ممكن تجيبي ممكن تجيبي مثلا المنخل بتاع الدقيق ده بتاعنا الكبير لو انتوا عندكم يعني، أو الغربال بتاعكم لو هو أكبر يعني، وبرضو الإطار بتاعه مناسب للخيط. ممكن تجيبيه وتكفيه كده وتلبسيه الخيط وتلفيه اهو بالراحة كده وبنلف كده اهو. خلاص، طب احنا خلصنا كده اهو. هنوريكم برضو المنخل اهو طبعا، بس انا عامله له تمويه يعني بالمفرش ده عشان ما تعرفوش اللي هو المنخل يعني. هنفك بقى الخيط بتاعي ونلبس الرباطين اهمت من هنا ومن هنا اهو. ومش متكعبل ولا حاجة لانها كانت ملفوفة كويس يعني، جاية من عند الراجل ملفوفة ما تكعبلتش. هنفك بقى كده بالراحة بسم الله الرابطة بتاعت ديت، بس ما نفكهاش الا لما نكون ايه خلاص هنلف. انا مش هتلفي يبقى خلاص ما تفكهاش دلوقتي، او ما انتش فاضية وهتلفي نصها وتسيبيها، لا برضو ما تفكهاش، لازم تخلصيها من اولها لاخرها عشان ما يتكعبلش منك. لان لو حد ماسك لك الخيط وبعدين سيبتيه شوية وكده هيروح متكعبل بقى خلاص، مش هتعرفي تكملي الحكاية. اه هنلبسه طبعا بعد ما نفك الرباط من هنا ومن هنا، بيبقوا ربطتين. اروح حطاه في قلب المنخل ده كده، البسه للمنخل كده بس يكون مشدود، بعدين نفك بقى بالراحة كده نفك. طيب انا ما عنديش المنخل مثلا صغير وانا القيد بتاعي الاطار بتاعه كبير، جبت اهوت انا عندي دانول اهو. وان شاء الله حابه اوريكم بقى انا بنعمل حاجه حلوه كده، حابه اوريها لكم باذن الله بالابره بتاعت اللي اسمها ايه بيقول النفاش دي بتاعت السجاد ديت. ان شاء الله حابه اوريها لكم باذن الله. جبت النول دوت ورحت ملبساه الخيط اهو. فردت الخيط كده اهو وشديته كده، سويته الاول وبعدين لبسته في قلب الايه النول. جه على قده اهو مشدود وحلو كده حلو. نوقفه بقى على جنب كده قدامي اهو. نفك بقى الاول خلاص ضمنت الحاجه اللي انا هلف عليها، يبقى نفك بقى الرباط اه بالراحه كده. وممكن نوقفه بقى قدامي كده ون ونلف. بس انا عشان التصوير فانا حطاه قدامي على الترابيزه عشان نعرف نصور يعني. انت ممكن توقفيه قصادك كده وتلفي. نفك كده اهوت العقده دي والعقده التانية من الناحيه التانية برضو، وخلاص كده نبدأ بقى نلف اهو. والخيط الحرير اللي هو بنشتغل بيه المفارش، وفي خيط حرير بيتباع بالشلة كده. ممكن يا اما تلف كده على ايدك زي ما انا هوريكي لو الخيط تخين زي اللي في ايدي ده تخين، ما مش محتاج يعني نلفه على حاجة. او تجيبي بقى مثلا خشبة او مثلا بكرة تكون فاضية ما فيهاش خيط، بكرة يعني اللي هي البكرة الفاضية دي تلف عليها، بتاعت خيط قديم وخلص عندك تلف عليها
اهو بنلف كده، ما نشدش الخيط قوي، وخصوصا لو هو قطن او صوف. يعني هي الحكاية ايه، بنوريك تلف ازاي في جميع الاحوال. يعني لو كان خيط صوف او خيط قطن ما تشديش. اهو لفيت شوية وبعدين طلعتهم وحطهم كده ونلف عليهم كده اهو. حطيتهم العكس كده اهوت اهو. يعني هنلف بالطول وبالعرض كده وبالورب لغاية ما نكونها كورة في ايدي، ونكمل لف بقى. نسلك كده بالراحة الخيط، نفك شوية كده اهو. شوفي خلعتها من ايدي بعد ما لفيت شوية، وبعدين ارجع الف برضو اهو. اهو بنلف على ايدي معاها ليه؟ عشان الخيط ما يبقاش مشدود. اهو اهو. تفضلي بقى تلفي كده لحد ما تكوني كورة، وبعدين تلف عليها عادي. انا اسف. بنلف بقى كده اهو. ممكن لو ترابيزة عندك صغيرة برضو جاية على إطار الخيط ممكن تحط الخيط فيها. ظهر كرسي، أي حاجة عندك ممكن تعملي تتصرفي وتعملي عليها، بس المهم يكون الخيط مشدود ما يقحش منها. آه. نبدأ بقى نلف كده اهو برضو اهو على ايدي كده والخيط. لازم الخيط كده يبقى ايه، واخد براحه مش مشدود، يعني ما تشدهوش. اه حتى وانا بنلفه كده كورة ما بنشدش. ايدي بتبقى ايه، مهوية كده، مش مشدود، ما بتشدش الخيط. لو انت ايدك من اللي بتشد بقى يبقى حطي صبعك كده تحت ايه، خديه معاكي في اللف اهو. لف عليه كده، او صبعك الكبير كده اهو كده، بحيث انك لما تشيلي صبعك يبقى فيه ايه، الخيط كده مش مشدود اهو. اهو يبقى كده مهوي كده. طب لو في بقى شلة زي دي كده غلسة كده ومتكعبلة وملهاش اول من اخر، اعمل ايه؟ برضو الحل سهل. احاول اشدها كده لانها اغلبيتها بتبقى مكتكتة في بعضها، وبعدين ادور على الرباط بتاعها فين اهو. الرباط طبعا لازم ما يبقاش فيه عليه اي خيط، ما يبقاش عليه اي خيط. اسلك كده من حواليه، يعني ده لا اتجاهه كده نروح موديه الناحية التانية، اودي كل فتلة في الاتجاه بتاعها. دي جاية كده اوديها الناحية التانية، ودي اهي لا اتجاهها الناحية التانية، اغير لها الاتجاه بتاعها اهو. كده وديتها كل خيط وديته ايه الاتجاه بتاعه كده، خلاص ما بقاش فيه اي فتلة معدية على الرباط. اروح بقى ادور على الايه الناحية التانية، واحاول اشد كده عشان اللفلفة اللي هو بيبقى عاملها على نفسه دي ما تكعبلنيش وما ايه ما تزهقنيش اهو، يبقى سرح كده. هروح على الناحية التانية برضو نفس الحكاية. ها اشوف كده الخيوط كده كل واحد يروح لاتجاهه، وما خليش حاجة على الرباط خالص اهو. كل واحدة اوديها على اتجاهها كده اهو. اهو الحكاية دي طبعا قبل ما نلف على طول اهو. خلاص كده ادخل ايدي بقى جوه الخيط واشد كده عشان ايه افرده. تحاولي تفردي الخيط تنطري فيه كده اهو، زي الكرباج كده، تشديه كده ماشي. وده يبقى مفروض. شوفي تفردي ازاي. اودي برضو كل شوية خيط ايه في اتجاههم كده،
وبعدين ابدأ بقى ايه اشوف انا هلف عليه حد هيمسكه الخيط، ولا احطه على ظهر كرسي، ولا هحطه في خشبة، ولا هنعمله هنلفه على ايه اللي هيتشدهولي. وبعدين نفك الرباط بقى. يعني ما تفكش الرباط الا لما تلاقي الايه اللي انت هتلف خلاص. وطبعا ما ينفعش الفه وهو محطوط في مكانه كده، هيتكعبل مني، لازم يبقى في حاجة شداه. اهو بالطريقة دي. يا رب تكونوا استفدتم. واللي عايز يسأل على اي حاجة يكتبها لي في الكومنتات، وانا هنشرحها لكم بإذن الله وهرد عليها. يا ريت يا حبايبي اللي ماشى معايا في الفيديو لحد هنا يحط لايك كده ويشير لي الفيديو.